بتكلم عن الممثل المصري السعودي محمد هنيدي. لقطة أيوة زميلي، خد لك لقطة 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 طفرة في جيلي، أيوة أنا فلتة فلتة. لقطة أيوة زميلي، خد لك لقطة 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 في الحلقة، أيوة فاكك أنا الشفرة. محمد هنيدي هياخد نفس المنهج بتاع محمد سعد. محمد سعد وجولدن ايرا دي حلقة أنا عملتها عن محمد سعد، تقدر تنزل تتفرج عليها. ومحمد هنيدي وجولدن ايرا. محمد هنيدي انطلق انطلاقة صاروخية، يعني خليني اقول لك قد يكون هو اساسا مصدر الهام الجيل ده كله، وهو الشخص اللي طلع من وراء الجيل ده كله. محمد هنيدي مش بس بدأ من اسماعيلية رايح جاي، لا انت لو هترجع شوية محمد هنيدي بدأ ظهوره معانا من اول البخيل وانا من اول الهروب. فيلم البطل لاحمد زكي اخد دور كويس جدا هو ومصطفى قمر. لا في سعي، في مرمطة، في مرمطة. وهجيلك في حتة المرمطة ديت لان وحيد سيف الله يرحمه ليه حاجة حلوة جدا قالها عليه. بس في مرمطة، في شخص طالع يشقى. هنيجي للنقطة بتاعت اسماعيلية رايح جاي. اسماعيلية رايح جاي خلينا متفقين ان هو كان بومينج بالنسبة لنا اكتر من صعيدي في الجامعة الامريكيه. انطلاقا للشخص ده كان هو تمركز نجاح الفيلم ده، لان الفيلم احنا لو حسبناه ما فيهوش حبكة درامية، ما فيهوش تويست مثلا يبقى حلو قوي، لا فيلم خفيف كوميدي غنائي لذيذ، فيلم حلو. فالنقطة كلها بتيجي من هنا، النقطة كلها بتيجي من نقطة ان الشخص ده انطلاقته او كمل مرمطة، وهسركز عليها تاني ان هو مرمط واخد خبرات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وهو دمه خفيف في الاول وفي الاخر. خلينا متفقين ان هو دمه خفيف، انا معاك في النقطة دي. بس ده مبقاش موجود قدام. عمل انطلاقة حلوة جدا من اسماعيلية رايح جاي، رحنا بعدها لصعيدي وجيل كامل طلع جبار، على رأسهم محمد هنيدي. اللي هو في الفترة ديت كان خليني اقول لك ان المنتجين ابتدوا يسترخصوا، بدل ما اجيب نجم كبير مش هيجيب لي فلوس ديت، لا الشباب بيجيبوا فلوس دلوقتي 5 6 شباب في فيلم ويلا بينا. هي كانت بتمشي كده، هي المنتجين كانوا بيعملوا كده بالظبط. ده اللي حصل في صعيدي وده اللي بيحصل دلوقتي مع الشباب اللي لسه طالعين، مش هياخدوا فلوس شبه النجوم الدرجه الاولى دلوقتي او نجوم شباك التذاكر دلوقتي، وهيجيبوا فلوس اكتر منهم او هيجيبوا فلوس زيهم. احنا شايفين ده بيحصل في الحريفه ولا ايه؟ بس هي النقطه في كده، ما تحسسنيش ان هو منتج كان عنده رؤية ان الشخص دوت هيبقى نجم شباك، هيبقى لا خالص. على فكرة هو انت موهوب، انت موهوب، احنا مصدقين في موهبتك حبيبي، ماشي يلا بينا نعمل لك فيلم. هتاخد كام؟ مش هتقدر تقول رقم لان انت عايز الفرصة ديت كشاب. وهنا كانت انطلاقة محمد هنيدي اللي عرف يستغلها كويس جدا. محمد هنيدي جات له الفترة بتاعت الجولدن ايرا بتاعته، الفترة الذهبية لمحمد هنيدي. عمل فيها صعيدي، عمل فيها همام، عمل فيها فلسطين العظيم، عمل حاجات كتير جدا وكلها كانت حلوة، وكل حاجة فيهم ما تدلش غير على ان محمد هنيدي كان بيتعب في الفتره دي. انا مش عايز اروح بعد الفتره ديت، يعني انا اخر افلام هنيدي الحلوه بالنسبه لي كان رمضان مبروك ابو العالمين حموده وامير البحار. مفيش حاجه من بعدها تقريبا، مش عايز ابقى ظالم بس مفيش حاجه من بعدها على المستوى اللي فات بالنسبه لي. انا رايي الشخصي، ممكن انت يا صديقي تكون بتختلف معايا في الراي، يحترم على راسي من فوق، بس ده رايي الشخصي. وخليني ارجع لك تاني لحاجه وحيد سيف قالها. وحيد سيف اتسال مع هالة سرحان تقريبا او صفاء ابو السعود في برنامج قديم قوي كده، ايه رايك في محمد هنيدي بعد الفتره بتاعه صعيدي وبعد الفتره بعد ما هنيدي بقى نجم شباك شويه؟ ما بقاش يعجبه، او اتقال بالنص وبالحرف الواحد ما بقاش يعجبني خلاص. غير من شكله، مش ركب الباروكه، غير من شكله، دور ان هو يبقى جان بريمير، ما مش ان هو يضحكني. ابتديت تغير من شكلك، ده مش هيشغلك، ده هينفعك في شويه ادوار. بس احنا كلنا عارفين ان محمد هنيدي الصراحه انا مش فاهم ايه علاقه الباروكه دي يعني. والله ما فاهم، بس ماشي. يعني محمد هنيدي انت راجل طالع في الافلام القديمه كلها باسماعيليه، بصعيدي، بهمام، بعفروتو، بمسرحيات كتير قوي، ما احنا شايفين يعني. فاهم حاجه؟ احنا عجبنا شكلك كده فانت غيرت تمام. في ناس عجبها الشكل يحترم، بس ما تدورش انت طالع انت بتدور ان انت تبقى لي جن. اوكي تمام، لنفسك يا معلم مش لينا. بس برضو هرجع واقول لك هنيدي بقى بيكسل. يعني خلينا متفقين على المبدأ دوت. هنيدي بقى بيكسل. بمعنى ايه بقى بيكسل؟ بمعنى ان ما بقاش فيه تعب في الكتابة، ما بقاش فيه تعب في تحضير الكاركتر، مصمم يفضل زي ما هو الشاب اللي ما بيكبرش في السن. يا عم الحاج، يا عم الحاج الله يبارك لك. انت اقول لك مين طيب يعني؟
مش هينفع اقارنك بدول، مش هينفع، هيبقى ظلم ليك انت. يعني انا لو قارنت محمد هنيدي بعد منعم مدبولي فهو ظلم لهنيدي، هو ظلم باين. بس الراجل ده كان في نفس السن وكان بيعمل لي الحفيد، بيضحكني وهو جد. يعني ايه يعني انت في سنك ده كله عامل لي نبيل الجميل اخصائي تجميل، طالع طالب بتتخرج من كليه ايه؟ طب هشتريها منين؟ يوم ما قلنا هنيدي الحمد لله حس على دمه شويه وفهم اللي احنا عايزينه منه، وهيبدا يرجع هنيدي بقى، لان احنا بنحب هنيدي، احنا بنحب محمد هنيدي. عمل مرعي البريمو، فيلم مش هتكلم عليه كتير، بس يعني الحمد لله ما طلعش عيل صغير، طلع راجل كبير اقرع. بس كقصة فيلم راح في داهية. انا واحد من الناس، انا شايف ان انت محتاج هنيدي وشريف عرفة مع حاجة لشريف عرفة، ويقتنع هنيدي ان هو مش صغير. مش هطول عليك في الحلقة ديت، لان بصراحة هتكلم في الافلام الحلوة. يبقى انا اتكلمت في الكام فيلم اللي انا ذكرت اسمهم، من صعيدي لهمام لفول الصين العظيم لصاحب صاحبه، لان انا واحد من الناس بحب الفيلم ده بصراحة، لرمضان مبروك، امير البحار. في شوية افلام كده هستنى رايك، بس انت تقول لي ايه الحلو في الافلام ديت وايه الوحش من وجهة نظرك، بتحب ايه لهنيدي وايه ما بتحبلوش. ولو مخالفني في الرأي في حاجة هستنى تقول لي في كومنت جدا. متنساش لايك كومنت سبسكرايب وشير كتير. اشوفك الحلقة الجاية، خد لك لقطة، سلام. ايوه زميلي خد لك لقطة.